بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا لايف وذ شيف على صفحه زانوسي على الفيسبوك. كل سنه وانتم طيبين. بجد انا حاسس ان رمضان بيتسرسب من بين ايدينا، يعني شايفين لما تحط دي كده في ميه وترفع تلاقي الميه نزلت كده بسرعه. رمضان بيجري بسرعه الصاروخ. النهارده 9 رمضان، كاني امبارح بدانا. بجد انا حاسس كاني لسه بادئين امبارح. بس عموما هي الايام الحلوه عاده بتمر في ثواني بتجري. فكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وان شاء الله نعمل لكم حاجات ووصفات على صفحه زانوسي وفي برنامج لايف وذ شيف على مدار رمضان. لاول مره زي ما قلت في الشرق الاوسط بيبقى فيه برنامج لايف كل يوم على صفحات التواصل الاجتماعي. في ناس ما بتعرفش تتفرج معنا دلوقتي، اللي بيفوتوا اي حلقه هيخش على قناه اليوتيوب بتاعت زانوسي ويتفرج على الحلقه كامله، ولكن بعد الفطار، لان الحلقه اللي احنا بنعملها دي بتنزل مباشره بعد الفطار. اسئلتكم واستفساراتكم اللي انتوا عايزينها انا منتظر تكلموني تقولوا لي عايزين كذا عايزين كذا عايزين كذا. طبعا زي ما بكرر كل يوم وبقول ان مفيش غير رقم واحد، هو رقم الصيانه والخدمات بتاع زانوسي، هو رقم 149. اي رقم تاني في مصر لا يمت لزانوسي بصله، وبقولها من محل ثقه. زانوسي مش شركه صغيره، زانوسي شركه كبيره جدا جدا جدا. في ناس بتحط اسماء بقى ما انزل الله بها من سلطان وبيعملوا حاجات، وهم دول اصحاب المشاكل اللي دايما بنسمع عنها. لكن هو رقم واحد بس، اتصلوا بيه لو عايزين الشراء، عايزين الضمان، عايزين الصيانه، عايزين اي حاجه تركيبات، هو رقم 149. يلا نبدا. النهارده هنعمل ملوخيه بالجمبري. ملوخيه بالجمبري دي انا فاكر الله يرحمها امي بقى هي اللي حببتني فيها. انا اتولدت في بورسعيد وعشنا في بورسعيد شويه، فبورسعيد دي منبع اكلات الاسماك. خلينا واضحين، اسكندريه فيها، السويس فيها، الاسماعيليه فيها، مرسى مطروح فيها، دمياط فيها، لكن بورسعيد دي الاصل بصراحه. فعشان كده كانت هي اللي بتعمل لنا ملوخيه بالجمبري مميزه. ممكن يكون في طرق مختلفه غير اللي انا هعملها دي، بس هي دي طريقتها وانا حبيتها من ايديها، فحبيت اقول لكم عليها وتعملوها وتجربوها. طلعت كويسه يبقى زي الفل، طلعت مش كويسه بقى يبقى معلش سامحوني، بس انا اتربيت عليها كده، فعشان كده هعملها لكم بطريقه امي. عشان في حد ممكن يقعد دلوقتي يقول لك الله لا ده الطريقه عندنا مختلفه، لا ده الشيف يسري قال حاجه مش عارف ايه. لا، انا بقول طريقه جديده مبتكره، وانا قلت لكم ان هتلاقوا فيه ابتكارات جديده جدا في البرنامج معانا لايف وذ شيف، وهتشوفوا حاجات حلوه قوي. اول حاجه الملوخيه، عندي نص كيلو من الملوخيه، وعندي نص لتر من مرق السمك. يعني ايه مرق السمك؟ هنشتغل بقى وكده وبتاع. انا والله جبت سمكايه، عظم سمكايه، غسلته ونضفته وشلت الخياشيم وكسرته وحطيت معاه بصل وجزر وكرفس ولورا وزعتر وحبهان، وحطيت عليه ميه، فضل يغلي يغلي يغلي، قمت مصفيه طلع منه الناتج ده اهو، شايفينه؟ ده مرق السمك. هشغل هنا عشان نعمل مع بعض الملوخيه، لان الملوخيه لها تكنيك لو طلع براه هتلاقوها سقطت معاكم وتبقى فيها مشكله. القصه ببساطه ان مرق السمك ده بيدي طعم مختلف جوه الشوربه او جوه ملوخيه الجمبري. كمان ممكن يبقى مرق جمبري. ازاي؟ هجيب قشر الجمبري لو عندي واحطه برده مع نفس المكونات اللي قلت عليها، البصل الجزر الكرفس اللورا حبهان، يغلي مع الميه واصفيه، بس لونه هيختلف. يعني لون مرق السمك بيبقى شويه كده زيتي، لون مرق الجمبري بيبقى شويه اورانج بني. فعشان كده اللي المتاح عندكم هتعملوه مفيش مشكله خالص. مقاديرنا زي ما قلت نص كيلو من الملوخيه ونص كيلو من مرق، نص لتر من مرق السمك، وعندي سمنه، وعندي معلقتين من الكزبره الناعمه، وتوم حوالي 10 فصوص توم هقول لكم هنعمل بهم ايه. وعندنا ايه طبعا نقول 3/4 كيلو من الجمبري لحم. ممكن صغير ممكن صغير، ممكن وسط، ممكن وسط، اللي انتوا عايزينه المتاح عندكم. فانا طبعا جبت جمبري وسط شويه. اول حاجه هناخد هنا رشه من الكمون عشان هنعمل بس الاول الجمبري لوحده. ليه؟ لان الجمبري من الحاجات البسيطه اللي ما بتحتاجش تسويه جدا، تسويه كتير، فلو احنا حطيناها على النار اكتر من لازم هتجلد معانا. حته سمنه، وبعدين نحط عليها فصين توم سريعا كده، وبعدين الجمبري مره واحده ونقلب. في حاجه تانية لسه هنحط رشه كمون وهنحط شويه ملح وفلفل. شفتوا بقى؟
ليه بقى؟ لان انا بقول لكم انا عايز احس بطعم الجمبري مستوي بس بيقرمش، يعني لسه حي صح معايا. لكن الجمبري لو استوى اكتر من اللازم، وده بنغلط فيه كلنا، هتلاقوه بقى مجلد بيشد. يبقى انا زي ما قلت لكم احط رشه كمون اهو، ونقلب كله مع بعضه. تاني هنا حطيت ايه؟ حطيت توم، حطيت ملح، ملح لسه ما حطيناش سوري، شويه فلفل ومعلقه سمنه، وقلبت الجمبري. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ مش هسوي اكتر من كده، هو ده خلاص. نرفع ده من على النار. بعدين نعمل ايه؟ نيجي هنا ناخد المرق بتاعنا، مرق السمك. بصوا بقى الفكره اللي جايه دي هتعجبكم قوي. هنعمل ايه؟ هنسيبه يغلي، بس هنحط معاه فصين توم نيين في الشوربه، في الشوربه، وشويه كزبره ناعمه في الشوربه. تاني في المرق بتاع السمك اهو حطينا فصين توم نيين مش مستويين، وشويه كزبره ناعمه، وهنسيب كل ده لغايه ما يغلي. اول ما هيغلي معايا هقوم نازل عليه بالجمبري واقلب لغايه ما يتجانس، قصدي بالملوخيه، واقلب لغايه ما يتجانس. الطشه بقى هتبقى حاجه تانية خالص. الطشه بتاعتنا هنعملها مع بعض مختلفه المره دي عن كل المرات. يبقى هنحط برضو هنا طاسه تسخن على نار هاديه. الجمبري كده استوى يا شيف يسر متاكد؟ طبعا يا جماعه، هي الجمبري ده كبير وياخد دقيقتين 3 على النار، فعشان كده حتى لو كبير كل ما كان بتحس ان هو بيقرمش كده يبقى كده مستوي صح. لقيتوه بيتشد يبقى الجمبري كده استوى اكتر من اللازم وبيتاكل وخلاص، يعني المحصله بتاعته اي كلام. نرجع تاني. بصوا هنا انا حاطط ايه بذكركم، حاطين شوربه السمك معاها فصين توم مطحونين، وكمان عندنا شويه من الكزبره الناعمه. هنسيب ده كله يغلي. اول ما هيغلي معايا انا ممكن اغير هنا الاماكن، نجيب ده هنا ونطفي دي ونجيب دي هنا ونشغل دي. يبقى احنا كده حاطين زي ما قلنا المرق بتاعنا، لان دي قويه جدا. ده في حاجه بقى عايز اقول لكم صحيح على بوتاجاز زانوسي، كل مره ابقى عايز اقولها لكم، كل يوم ابقى عايز اقولها لكم بس بنسى. بس بعد ما اخلص ذكرني ذكرني بعد ما اخلص بعد ما اخلص الوصفه بتاعت الجمبري بالملوخيه او الملوخيه بالجمبري، هقول لكم على حاجه جميله جدا من اول يوم انا شايفها، بس انا كل ما اجي اقولها انسى. في بوتاجاز زانوسي هنبص كده، اول ما تبدا تغلي معايا هنقوم جايبين الملوخيه بتاعتنا. طيب الملوخيه دي مخروطه، وانا حاطط عليها معلقتين من الشوربه بتاعت السمك، عشان كده شايفينها سايله ازاي، دافيه، معلقتين. شايفين عامله ازاي بتمط ازاي؟ هو ده بقى الهدف من المعلقتين اللي انا حطيتهم بتوع الشوربه. اهو شفت؟ شايف المطه دي جت نتيجه ايه؟ نتيجه ان بعد ما اتخرطت الملوخيه علشان ما تسودش حطيت عليها معلقتين من شوربه سمك دافيه، فعملت المطه دي وخدت احتفظت بنفس اللون. هبص كده شوف الاخبار ايه. خلاص قرب يغلي معانا اهو، الجمبري جاهز. هنعمل ايه؟ هحط الجمبري دلوقتي، بس بعد اول ما يغلي. انا مش عايز اسويه اكتر من لازم، الجمبري مستوي عندي والحاجه كلها مستويه. وهحضر الطشه. عارفين الطشه؟ الطشه عباره عن 3 4 فصوص ثوم ومعلقتين من الكزبره الناعمه. وهنروح في معلومه جديده بقى هقول لكم عليها لاول مره هتشوفوها. الشوربه دي هنحط فيها رشه سكر. رشه سكر. عارفين لون الملوخيه يفضل فاتح معانا وطعمها حلو قوي. اهي دي جديده بقى لاول مره بتشوفوها اهي. رشه سكر صغيره، ما تكتروش، يعني حاجه كده بين اطراف الاصابع. طبعا الناس هتستغرب، يا خبر ابيض الشيف يسرا عمال يخترع حاجات ويقول لك سكر. جربوا. الاكل يا جماعه او المطبخ مش تركيبات معروفه غير الحاجات العالميه، يعني في حاجات ما نقدرش نغير فيها، زي مثلا الصوصات العالميه، زي الحاجات دي ما نقدرش نغير فيها. لكن الاكل في المطبخ او في البيت اختراع. يعني وانت قاعده لوحدك او انت قاعد لوحدك ومحدش معاك في البيت وحبيت تاكل، هتحط تركيبه وطك طك طك وتاكل وتنبسط وهتبقى زي الفل.
هو ده حاجة غلط؟ لا خالص، بس أهم حاجة ما تكونش حاجة شاذة عن القاعدة، ما تكونش حاجة شاذة عن القاعدة. الملوخية أو المرقة بتاعتي بدأت تغلي معايا. هنقوم جايين كده بسم الله ونحط الملوخية اهي. بصوا بقى ركزوا مع التقليب. ليه مع التقليب؟ علشان تفك معايا وتتجانس، ما تخلوش الملوخية تغلي. أول ما هتوصل شايفين لدرجة هتخش على الغليان هقوم ساحبها من على النار. أول خلي بالكم بقى، الملوخية شايفينها اهي اهي نازلة قدامنا اهي سايلة اهي. أول ما هتغلي معايا هقوم شايلها من على النار، وبعدين نكمل مع بعض. هنعمل ايه بقى؟ نحط طاسة سخنة على النار اهي عشان الطشة دي بقى هي. تعرفوا قصة الملوخية ولا ما تعرفوهاش؟ أنا أعرف كده بسيط. يقال إن كان في حاكم جبار، في يعني حاكم جامد قوي في مصر، مش فاكر اسمه إيه، مش فاكر. الجناين بتاعه اكتشف الزرعة بتاعت الملوخية، فخدها اداها للطباخ فطبخها له، فسميت الملوكية. الملوكية لأن الراجل ده قال لك محدش هيطبخها ولا ياكلها غيري كده، خلاص أنا شلت بعد ما غليتها. وبعدين نيجي بعد ما غليت كده نضيف الجمبري اهو ونقلبها تقليبه. والجمبري طبعا واخد كل النكهات الموجوده عندي. وبعدين المرحله الاخيره هقول لكم بس قصه الملوخيه بس بعد ما نخلص المرحله الاخيره. الطشه هنيجي هنا هنحط معلقتين من السمنه، وبعدين ناخد الثوم، ما تحرقوش الثوم، بكرر تاني ما تحرقوش الثوم، والكزبره وهو على النار كده نقوم جايبين الكبشه نازلين هنا. كل مره احنا بنحط الطشه فين؟ الناحيه الثانيه، لا المره دي احنا حاطينها هنا، هو ده. ونقلب. بعد ما نقلب كده ناخدها نحطها تاني هنا وبالهنا والشفا. مفيش اجمل من كده. انا حاسس ان الناس اللي قاعده معانا كلهم مش هتكلم لكن الريحه يا جماعه بس يعني انا عارف ان الموضوع صعب بالنسبه للناس اللي واقفه معانا، بس انا متمرس في الموضوع ده، انا بقالي سنين في الموضوع فعادي جدا الموضوع بالنسبه لي. نرجع لحكايه الملوخيه. فلما هو كان منعها عن كل الشعب المصري كان بيحصل ايه بقى؟ خلاص ياكلها هو بس. ففي يوم من الايام الشيف بتاعه او الطباخ بتاعه داخل بالملوخيه كده وهي سخنه، وهوب قامت مدلوعه على الراجل، قام عامل كده. من ساعتها جت الشهقه اللي انتوا بتشوفوها دي، ادي حاجه. وكمان قال لك خلاص مش هاكلها تاني، عمموها على الشعب. تعالوا بقى نغرف الملوخيه بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. بس هنشيل بقى كل الحاجات الموجوده عندي دي مش محتاجها، بس نجيب هنا طاسه نحطها عشان هحتاج بقى طاسه، وناخد كل الحاجات دي عشان هنحتاجها تاني. ونيجي نعمل ايه بقى؟ زي ما قلت في بوله بيضه هنغرف فيها، وفي كمان لو حابين تغرفوا بطرق تانية هنغرف لكم بكذا طريقه. الطريقه الاولانيه بتاعت الملوخيه ان انا هغرف الملوخيه عاديه جدا في بوله في طبق. بعد كده هنبقى نغير مكان الطبق، بس عايز انشف الطبق عشان فيه ميه. وبعدين ناخد الملوخيه كده بالجنبان. انا هطفي ده دلوقتي لان مش قادر يا جماعه، مش قادر والله، يعني درجه الحراره فظيعه اهو. هنغرف هنا وبعدين هنحول على هناك. بسم الله. دي طريقه. في طريقه تانية هوريها لكم برضو، ملوخيه بالجمبري زي الكتاب ما بيقول. طبعا لو انتوا عايزين تعملوها بالطريقه بتاعتكم انتوا حرين بقى، يعني انا ما اعرفش بصراحه انتوا بتعملوها ازاي، بس جربوا الطريقه دي وجربوا الطشه تعملوها بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ يعني بعملها عكس ما بنعمل الاكل بتاعنا. ورشه السكر دي الجديده اللي انتوا بقى ايه اول مره بتشوفوها، صح؟ نجي هنا نحط اول طبق ملوخيه بالجمبري. وبعدين في طريقه تانية اهي، ان انا بجيب بوله غويطه واحط فيها الرز ونغرف كميه من الملوخيه جواها. شايفين بقى كده؟ دي بقى حاجه تانية خالص اهو.
ونيجي ممكن نحط حواليها كده شويه. كل طرق الغرف دي حبيبي ربنا يخليك، بجد ده بتشجيعكم، الله يكرمك، الله يخليك. كده ده طريقه للغرف تانية اهو. نحط دي كده ونحط دي كده. ما تنسوش احنا عندنا حلو النهارده اختراع برضو بجد، يعني انتوا هتلاقوا اختراعات كتير قوي في خلال شهر رمضان ان شاء الله تعجبكم. في طريقه ثالثه بقى، ان انا اجيب طبق صغير كده، لو حد بقى عايز، شاب صغير عايش لوحده عايز ياكل لوحده مفيش مشكله خالص، يجيب طبق صغير ياخد فيه بولة رز ويحط جنبيها شويه ملوخيه، بس الطبق يكون برضو زي ما بنقول صغير اهو. بولة رز وشويه من الملوخيه، نجيب هنا كده بالهنا والشفا. انا بس بوريكم طرق للغرف جديده مبتكره متعدده زي ما انتوا عايزين اهو. حد شايف الملوخيه يا جماعه وجمالها؟ شايفين الملوخيه خرزت مننا او سيلت او زي ما بنقول عملت ايه؟ سقطت؟ ما سقطتش الملوخيه، هو ده اللي انا بتكلم عليه. فانتوا الموضوع ببساطه انتوا اصحاب الفن فيه. هنجيب ده هنا، يبقى انا غرفت لكم طبق الملوخيه او الملوخيه بالجمبري بثلاث طرق مختلفه زي ما تحبوا انتوا بقى. خلاص خلصنا الملوخيه بقصتها بحكاويها، هنشيل ده كله وننظف المكان علشان نشتغل مع بعض في الحلو بتاعنا. الحلو بتاعنا هو عباره عن مهلبيه ولكن بالمشمش. مهلبيه ولكن بالمشمش. هو الشيف يسري عمال يخترع لنا مواضيع ويقول حاجات ويقول مواضيع. تعالوا بقى نشوف المقادير. انا عندي لتر من اللبن، انا هشيل دي كمان اهو عشان مش محتاجين كل ده. لتر من اللبن، وعندي 4 معالق من الكورن فلاور او النشا، وعندي تقريبا كوبايه ونص لكوبايه الا ربع من السكر، ومعلقه فانيليا. يبقى لتر لبن، كوبايه سكر، 4-5 معالق نشا، ومعلقه فانيليا. ده هنعمل بها مهلبيه عاديه جدا. يعني ايه مهلبيه عاديه؟ يعني مثلا هنجيب كزرونه على النار ونعمل مهلبيه بيضه باللبن. لكن بتاعه المشمش هو الموضوع. يبقى انا عندي اهو التركيبه الاولانيه عباره عن لبن لتر، كوبايه سكر، 3 أو 4 معالق من النشا، ومعلقه فانيليا. هنعمل ايه؟ هنجيب كزرونه او حله. فين الحله الكبيره من فضلك؟ والله الواحد خلاص بقى زي الواحد عجز يعني. نحط دي الواحد بقى بينسى كل حاجه. طيب هنا بصوا بقى، هنحط اللبن. بسم الله. جميل. لبن اهو على النار، ده لتر، وهخلي منه شويه كده. شويه قد ايه؟ دول تقريبا يجوا نص كوبايه او كده. وبعدين نيجي هنا نجيب مضرب وناخد الكورن فلاور او النشا اللي هنا ده، نقلبه مع شويه اللبن عفوا اللي احنا سايبينهم على جنب دول. طب ليه يا شيف يسري؟ لان انا لو حطيت مباشره النشا على اللبن هيكلكع، فانا لازم ادوب النشا بره واسيب ده لغايه ما يغلي. اول ما هيغلي احط عليه السكر واحط عليه النشا مع اللبن، يقوم يربط معانا. في بقى المشمش، وده السر. نغير تاني. عندي هنا زي ما انتم شايفين كيلو مشمش. كيلو المشمش ده انا نقعه من امبارح بعد ما فصصته كده مع كوبايه ونص من السكر. كيلو مشمش نقعينه مع كوبايه ونص من السكر. هناخده كده مباشره اهو شايفينه، وننزله على النار ونسيبه يغلي في كزرونه، في حله، في طاسه. شفتوا اما حطيت، والله ما بكذب عليكم، اما حطينا السكر مع المشمش نزل ميته اهو. فانا هسيبه كده ده صافي كده. يبقى كيلو النشا، كيلو المشمش معاه ايه؟ معاه كوبايه سكر. وبعدين هنعمل ايه؟ هنيجي كده بالراحه نسيب ده يغلي لغايه ما يتقل معانا شويه. وبعدين باخده اضربه في الخلاط مع قليل من الميه، قليل من الميه، يطلع معايا بالشكل ده. ما احنا لو حبينا نستنى علينا يعني هياخد له مثلا من نص ساعه لساعه الا ربع. اهو بضربه في الخلاط يطلع معايا بالشكل ده. يبقى انا عملت ايه؟ بدايه
زي ما قلت لكم حطيت السكر مع المشمش لوحده، قعد قد ايه؟ قعد له مثلا بتاع 3 4 5 ساعات. نزل ميته كده، حطيته على النار. بعد ما بيغلي باخده اضربه في الخلاط اهو، وهوريه لكم ان شاء الله. ممكن لو طلع معانا بضربه في الخلاط مع شويه ميه صغيرين، وارجع ارجعه تاني على النار هنا. حلو. يبقى المشمش اهو واللبن اهو، ده الحاجتين الاساسيين الموجودين عندنا. انا ممكن استعمل الحله الصغيره دي احسن من الكبيره عشان تبقى متاحه، بس دي سخنت خلاص مش مشكله. نرجع اذكركم تاني، المشمش على النار بعد ما استوى خدته ضربته في الخلاط وحطيت عليه شويه ميه ورجعته تاني على النار اهو، ونشغل عليه بقى جامد ونشتغل مع بعض. هنا اللبن بدون حاجه، وهنا المشمش اللي محطوط مع سكر واتغلى على النار، وبعد كده ضربته وحطيته مع شويه ميه وحطيته على النار. نعمل ايه بقى؟ هناخد كوبايه من السكر نحطها على المشمش. طب ما هو في سكر بس المشمش بيبقى مزز فمحتاج سكر اكتر. وهناخد كوبايه السكر نحطها مع اللبن. جميل اهو، ونقلب الاتنين مع بعض. هنا السكر مع اللبن، وهنا السكر مع المشمش. في اخر ملحوظه بقى، برافو عليك، احبك وانت صاحي. اخر ما نخلص مع بعض كده هتلاقوني بضيف النشا دي هنا، والنشا دي هندوبها في ايه بقى؟ هندوبها في شويه ميه، لان انا ما عنديش لبن هنا، فانا هحط شويه ميه صغيرين. وزي ما بقول اوعوا تحطوا النشا تستعجلوا، مثلا تلاقوا الحاجه بتغلي تقوموا حاطين النشا مره واحده تلاقوه كلكع معاكم، وترجعوا تاني ترموا الحاجه بتاعتنا، يا اما هتاكلوها تلاقوا في كلاكيع كده ناشفه وانتوا بتاكلوا اهو، ومش هيكمل معانا التسويه. خلاص، يبقى انا عندي النشا نوعين من النشا، نوع دوبته مع اللبن ونوع دوبته مع هدوبه واحطه مع المشمش. في حاجه جديده بقى، في عندي هنا حوالي كوبايه من الزبيب وكوبايه من القراصيه وكوبايه من المشمش، هناخدهم مع بعض كده مع نص كوبايه سكر او 3 كوبايه سكر وشويه ميه، ونغليهم على النار لغايه ما يطلعوا كده. طب انا الكلام ده لو مستعجل، لكن لو مش مستعجل احط السكر مع القراصيه مع المشمش مع الزبيب وشويه ميه وانقعهم لمده ليله كامله. تاني يوم باخدهم زي ما هم كده احطهم على النار، هيطلع معايا بالشكل ده. ده هيبقى الديكوريشن او الحاجه اللي هنقدمها مع المهلبيه. شايفين عامل ازاي؟ مكرمل كله مع بعضه، الزبيب والقراصيه والمشمش وكله مستوي اهو، طري قدامكم خالص اهو. وكمان الصوص اللي ناتج عن التسويه بقى كراميل، بقى كراميل. طيب عايزين بس نجيب بس المعالق ونعمل ايه بقى؟ نوريكم تاني. يبقى انا خلاص عرفت كل الطرق، عرفت كل المواضيع. انا عايز الملم الدنيا هنا واروق المكان هنا، وبعد كده نكمل مع بعض عشان خاطر الدنيا كده ايه فيها حاجات كتير. اتفضل. في اي استفسارات، اي اسئله اسالونا عليها، احنا موجودين معاكم لو عايزين اي حاجه. كان في سؤال عن شوربه السمك، كان مكتوب عن شوربه السمك. شوربه السمك زي ما انا قلت لكم في البدايه امبارح، اصل الاول ان انا بجيب عظم سمكايه. ما انا لما بروح مثلا السوبر ماركت او عند السماك اقول له خلي لي سمكايه، فهو بياخد السمك العظم ده بيرميه، ما بيشتغلش بيه. اقول له بعد ما يخلي خدوا العظم بتاع السمكه، شيلوا الخياشيم واغسلوه كويس، كسروه، حطوا معاه بصل وجزر وكرفس وورق لورو وحبهان، سيبوه يغلي مع ميه لغايه ما تلاقوا لونه كده اتغير، صفوه بقى الصوص الناتج عن التسويه. بطاطسايه متقطعه مكعبات، وبصلايه متقطعه مكعبات، وفص توم متقطع مفروم، هنحطهم مع معلقتين زبده او سمنه، نقلبهم لغايه ما يتبلوا شويه. بعد كده بنزل عليهم بالكالاماري، بقطع السمك، بالجمبري، معلقه صغيره من الكركم، شويه ملح، واقلب شويه بهارات صغيرين، واقلب كل ده مع بعضه، واقوم نازل عليه بالشوربه بتاعتي وهي بتغلي. يغلي غلوتين. يعني ايه غلوتين؟ يعني يغلي على النار كده غلوتين، اقوم شايله من على النار. ليه؟ لان هو السمك استوى مع البطاطس مع الحاجات في البدايه، فانا مش محتاج اسوي اكتر من اللازم. بطاطس جوه الشوربه، جربوا بس جربوا. وبعد كده شويه الكركم اللي احنا حطيناهم هيدوا لون مختلف قوي.
كده انا هنزل بقى بالنشا بتاع اللبن الاول اهو. بصوا بقى اللبن هنا بيغلي، هنزل عليه كده بالنشا بتاع اللبن واقلب، هتلاقوه بيتقل معايا في لحظه. وبعدين شفتوا بقى اهو اهو، هفضل معاه لغايه ما يبدا يغلي. اول ما هيغلي هيبقى استوى، هشيله من على النار. بس اخر حاجه، عشان لو في فانيليا طبيعي اللي هي القرون السمراء دي هنحطها من البدايه، ما تخافوش، هتفضل محتفظه بريحتها مهما غلينا، مهما كان في كميه من الغليان. لكن الفانيليا الصناعي اللي هي بتبقى سكر دي في اكياس ما نحطهاش غير في الاخر، عشان كل ما نغلي فيها بتفقد قيمتها. كل ما بنغلي في الفانيليا اكتر كل ما تفقد قيمتها. بصوا بقى، شايفين المهلبيه بتاعتنا اهو، شفتوا قوامها عامل ازاي؟ هنسيبها تغلي غلوه كمان، وبعد كده نحط الفانيليا ونرفعها. المشمش اللي على السكر هيبدا يغلي اهوت. اول ما هيبدا يغلي برضه هوريكم، هنضيف له في قطعه من المشمش اهي ما انضربتش كويس في الخلاط، هنشيلها. وبعدين اهو بصوا بقى، اجي اضيف الفانيليا خلاص، ونرفع من على النار. ما نغليش بقى، طالما حطينا الفانيليا ما نغليش تاني على النار. بصوا قوامه تاني اهو، المهلبيه بتاعتي بتاعت اللبن، مهلبيه عاديه. وبعدين نجيب ده هنا وناخد دي هنا ونقلب، ونجيب فاكرين بقى النشا اللي انا كنت فكه بشويه من الميه اهو، بالراحه خالص هنضيفه هنا ونربط مادة ربط لغاية ما تقفل معايا. طب يا شيف يسري، هو أنا لازم أجيب مشمش وأحطه على النار وأضربه في الخلاط وأحط عليه سكر وأعمل؟ ده مجرد فكرة. أصل كيلو المشمش ب10 جنيه، هنحط عليه مثلا كوبايتين سكر، يعني مثلا 400 جرام، يبقى كده 4 جنيه كمان، يبقى كده وصلنا ل 14 جنيه. شوية النشا وشوية المش عارف إيه، الموضوع مش مكلف. لكن لفة قمر الدين، ما انا كله هيقول لك طب ما نحط قمر الدين، ما احنا في رمضان. لفة قمر الدين الطبيعية بتوصل من 35 ل 60 جنيه، اللي هي يعني تعتبر كويسة، بتوصل من 35 ل 60 جنيه. طب يا جماعة، طب ما انا بدل ما احط قمر الدين وادوبه واعمل الحاجات دي كلها، ما انا اعمل المشمش قدامنا اهو على الطبيعة ويطلع معانا. شفتوا بقى بقية المشمش اهو، بصوا بقى خلاص. في احلى من كده؟ مفيش احلى من كده. نجيب الفورمه بتاعتنا بقى عشان بس نغرف، نوريكم هنقدمها ازاي. هنجيب فورمه زي دي، وبعدين ناخد كده مهلبيه المشمش نحطها اول طبقه، واخلي شويه كده حوالي كوبايه، هقول لكم ليه. وبعدين دي اسيبها تبرد خالص. يعني ايه تبرد خالص؟ يعني تبدا تمسك، لان انا لو ممكن احط عليها دلوقتي على السخن، انا هوريكم دلوقتي برضو مفيش مشكله، بس خلاص انا مش محتاج دلوقتي اشيله ولا اخليه، مش مشكله اهو. بصوا بقى هنا، لو انا حطيت دلوقتي المهلبيه دي على دي هتلاقوها ايه؟ هتسيل جواها، فانا هخليها تبرد شويه، بس انا هوريكم الطريقه. تاني طبقه بنعمل ايه؟ بنجيب كده شويه من المهلبيه، استنى ما نجيب كبشه احسن. وبعدين عشان بس دي لسه سخنه وممكن تسيح، فانا هاخد معلقه تانية كده ونحط بالراحه فوقيها عشان نوزع. شايفين التوزيع اللي انا بعمله ده؟ وبعدين اهو، يبقى كده عمر اللي انا حطيته ما حي، انا مش قادر اقف من الحراره. البوتاجاز ما شاء الله يعني ما شاء الله يعمل خروف. بص بقى، بس انا هجيبها هنا عشان السخونه جامده قوي. نجيب دي هنا اهو، بصوا، واحط تاني، وبعدين ادخل يبرد تاني شويه في التلاجة. فاكرين الكوبايه اللي انا قلت لكم احتفظ بيها من مربى المشمش؟ بعد ده ما يتجمد خالص اقوم حاطط الكوبايه الاخيره، هيبقى قدامي 3 طبقات. طب اوريكم شكله بعد ما سويناه وقدمناه، عشان خاطر كده احنا حاسس ان وقتنا خلاص قرب يأزف اهو. هشيل بس الحاجات دي ونروح نوريكم شكله ببساطه. بسم الله. بصوا بقى، زي ما قلت لكم 3 طبقات، 3 طبقات
هنا اهي طبقه من المشمش، طبقه من اللبن، وطبقه من المشمش تاني، شايفينها؟ هنحطها هنا كده ونقول لكم اتفضلوا معانا. تيجي نقدمها بقى مع ايه زي ما قلنا؟ مع الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، اللي هو الزبيب. ناخد شويه كده في النص الاول، وشويه من قمر الدين، وبعدين وانا بحط كده هتلاقوا بينزل الصوص بتاع الكراميل ده في النص اهو ده. ايوه، وبالهنا والشفا، حاجه ايه مشهيه اهو. الافكار الجديده دايما هتشوفوها في برنامجنا لايف وذ شيف مع زانوسي على صفحه زانوسي على الفيسبوك، وكمان الحلقه اللي هتفوتكم هتلاقوها موجوده ولكن على قناه زانوسي على اليوتيوب اهو. احنا خلصنا حاجتنا بنقدمها. حد بيقول لي اقطع لي حته، لا مش هنقطع حته بقى خلاص، يعني عشان خاطر ايه ما نجوعش الناس اكتر من كده. بالهنا والشفا. عايز اقول لكم ان انا استمتعت معاكم زي ما بستمتع معاكم كل يوم. شاهدونا على قناه زانوسي على اليوتيوب، في الاعداد كلها هتلاقوها موجوده، وكمان على صفحه زانوسي هتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه. ابعتوا لنا الجديد. المعلومه اللي انا كنت عايز اقولها لكم، كويس ان انا افتكرت، ما فكرتنيش بس انا افتكرت. بصوا بقى، ركزوا معانا هنا، هتلاقوا في 3 دوائر. اشيل دي كمان. هنا في دايره ودايره ودايره. ايه العلامات دي؟ العلامات دي قوه الحراره. مش قوه الحراره تبقى عاليه 1 2 3 لغايه 9، لا. يعني مثلا انا عندي طاسه صغيره، اوريكم كل شيء عملي. طاسه صغيره مش محتاج غير دايره واحده، احط كده هتسخن معايا. طيب لو عندي حاجه اكبر يبقى محتاج دايرتين، لو عندي حله زي اللي انا حاططها دي كبيره اكبر يبقى محتاج ال3 دوائر. طب ايه حكايه الدايره الاولانيه والدايره الثانيه؟ انا لما بشغل اهو، ركزوا معايا في اللي جايه دي بقى. انا عارف ان البوتاجاز شكله اتبهدل مننا، بس انا شغلت اهو مثلا، زودت 1 2 3 4 5، الدرجه القصوى 9، هتلاقي واحده احمرت اللي هي في النص. الله، طب اللي بره دول ما احمروش لان انا هحط طاسه واحده، لكن لو حطيت طاسه اكبر، يعني مثلا انا حطيت دي، يبقى انا محتاج عين واحده. عايز ازود العين دي اخليها اكبر، اقوم دايس كده دوسه، تقوم هنا منوره احمر، وهتلاقوا اللي حواليها دي بدات تحمر هي كمان. شفتوا اهو قدامكم اهو، شايفينها؟ طيب عايز حاجه اكبر، اقوم دايس كمان واحده، هتلاقوا الاخيره دي احمرت هي كمان. شفتوا بقى؟ اشرحها لكم تاني، اشرحها لكم تاني. طيب الحمد لله. انا بس حبيت اقول لكم المعلومه دي لان انا من اول يوم وانا عايز اقول لكم ان درجه الحراره بتخليني اطلع عرق، وهنا في تكييفات وفي كل شيء بس مش قادر، لان بوتاجاز زانوسي من احسن البوتاجازات اللي انا اشتغلت في حياتي عليها. عايز اقول لكم هشوفكم ان شاء الله بكره على خير، وزي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض. اشوفكم ان شاء الله بكره. السلام عليكم. وكل يوم اكله جديده. استنونا مع زانوسي.